الجيش الملكي دارها وجاب التأهل من قلب ملعب الأهلي المصري رغم كل الصعاب والمضايقات اللي وقعت تما. العسكر لعبوا ماتش رجولي وخا الضغط الجماهيري ورشق القارورات اللي تعرضوا ليه اللعابة وحتى الحارس في وسط التيران. المخرج المصري حاول ما يبينش هاد الفضيحة، ولكن الأخبار خرجات كتقول باللي حتى بعض رجال الأمن تما رشقوا الجمهور العسكري بالقرعي ديال الماء، وهاد الشي راه لا علاقة له بالرياضة. ولكن الحمد لله اللعابة بقاو صامدين وجابوا تعادل 0-0 اللي خلاهم يتأهلوا ب9 ديال النقاط لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. والخبر اللي كيزيد يفرح هو أن الأندية المغربية كاملة اللي مشاركة قاريا راها تأهلات: الجيش الملكي ونهضة بركان في العصبة، والوداد وأولمبيك أسفيف كأس الكاف. هاد الشي كيعني أن المغرب فارض السيطرة ديالو، وإن شاء الله نشوفوا السوبر الإفريقي مغربي 100% هاد العام كيف ما وقع في سنوات قبل. مبروك للمغاربة كاملين وديما مغرب.